دركا باش نديرو الجانب تاع الصاك ندخلو خيط في البيغلة التاسعة اللي من تحتها والبيغلة الأولى تاع الخمسة كشغل ندخلو الخيط في زوج حبات من ومن يجينا خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من فوق رايحين نحطو فيه زوج بيغلات والحبة الأخرى نرجعو فيها الخيط تشكل فتحة ندخلو فيها الخيط تاع الجهة التحتانية ونعقدو. ومن بعد الخيط هذا اللي جاي من تحت ندخلوه في الخرزة اللي تكون مقابلاته يعني الرابعة من هادوك الخمسة، واللي من فوق رايحين نديرو فيه زوج حبات ونردو يعني الخيط في الحبة الثانية الأخرى تشكل الفتحة ونعقدو بالخيط التحتاني اللي كنا دخلناه في الحبة الرابعة. نزيدو ندخلو الخيط التحتاني في البيغل التروازيام يعني في البيغل الثالثة ونديرو زوج من فوق ونعقدو ونكملو لا بيغل الرابعة اللي من تحت كيف كيف. هناك وصلنا لابيغ الخامسة، الخيط اللي من تحتها ندخلوه فيها يعني في لابيغ الخامسة ونزيدو نطلعوه في هذيك التسعة اللي جاية من تحت، وهو بعد اللي رايحين نحطو فيه غير بيغلة وحدة ونردو فيها الخيط ونعقدوه بالخيط تاع الجهة الأخرى. يولي عندنا خيط على برا وخيط لداخل جهة لابيغ. الخيط هذاك اللي على برا نطلعوه في لابيغ الثامنة وهو بعد اللي نحطو فيه زوج بيغلات، نرجعو الخيط في الحبة الثانية يعني الاخرى ونشكلو فتحة وندخلو فيها الخيط من الجهة الاخرى ونعقدو. ودركا الخيط التحتاني ندخلوه في لابيغ اللي مقابلاته والفوقاني نحطو فيه زوج تاع لي بيغل. نردو الخيط في الحبة الثانية ونشكلو الفتحة ونعقدو بالخيط هذاك اللي من تحتاني يعني كما كنا قبيل. وهنا لازم كي نكونوا نخدمو نزيرو على قد ما نقدروا باش الساك يجينا مشدود وتجينا لا فورم باهيه. نكملو نخدمو لابيغ الثالثة والرابعة كيف كيف وبنفس الطريقة. ودركا كي لحقنا للخامسة الخيط التحتاني ندخلوه في لابيغ الخامسة ونطلعوه في الثامنة، وهو بعد اللي نحطو فيه بيغلة وحدة نردو فيها الخيط ونعقدو بالخيط تاع الجهة الأخرى. فوالا نزيرو مليح يولي عندنا خيط جهة لي بيغل لداخل وخيط على برا. الخيط هذا اللي على برا نزيدو نطلعوه في لابيغل السابعة وندخلو فيه هو بعد زوج بيغلات ونعقدوه بالخيط تاع الجهة الاخرى. ومن بعد نكملو نخدمو كيما كنا بكري التحتاني ندخلو في اللي مقابلاته والخيط اللي من فوق نحطو فيه زوج بيغلات ونعقدو حتى كي نوصلو للبيغل الاخرى يعني الخامسة. الخيط ندخلوه فيها ونزيدو ندخلوه في السابعة ونحطو فيها بيغل وحده برك ونعقدو، ومن بعد نطلعو الخيط للبيغل السادسة ونكملو نخدمو عادي حتى نكملو كامل الجنب تاع الساك. وهنا كي قربت نكمل راح نوريكم كيفاش نغلقوا السطر. الخيط التحتاني هذاك دخلته في لابيغ الخمسة وزدت طلعته في لابيغ الاولانيه كامل من هادوك التسعه وحطيت فيه بيغل وحده وعقدت بالجهه الاخرى. هكذا نكون كملت الكوتي الاولى تاع الساك. نكملوا الثانيه بنفس الطريقه. وهنا راني نغلق في العقده باش نقطع الخيط كما قلت لكم نمشيو هذوك الخيوط في لي بيغل الربعه دايرين على بعض ونخرجوهم من جهه واحده ونعقدو ونخبيو العقدة في كاش باغل ونقصو بالمقص. دركا نجو نديرو ليد تاع الساك. نروحو لي بيرل هادوك الوسطانيين اللي خدمنا بيهم الكوتي تاع الساك الخمسه هادوك نهبطو بزوج بيرلات من فوق ونخلي وحده من جهه ووحده من جهه وندخلو الخيط في ثلاثه هادوك الوسطانيين ونحطو بيرل في جهه واحده تاع الخيط ونردو فيها الخيط ونعقدوه بالجهه الاخرى ونزيرو مليح هكذا راح يتلم لنا الساك وتبدا لا فورم تبان.
ومن بعد نطلعوا الخيط في لي باغ اللي فوق منه، كل خيط يطلع في جهته، يعني الجهه اليسرى تطلع في لاباغ اللي فوق منها، والجهه اليمنى تطلع في لاباغ اللي فوق منها. ونزيدو نحطو باغلة وحدة في جهة ونعقدو بالجهة الاخرى، نزيرو مليح، ومن بعد نمشيو الخيط في لي باغ الربعه هذوك اللي دايرين على بعض، ونعقدو 3 مرات ونقطعوه بالمقص كيما شرحت لكم ديجا. دركا نبداو نطلعو في اليد ونخدمو غير بالربعه هادو اللي وريتهم لكم بيدي اللي جايين هكذا لداخل شغل الساك، ونحطو الخيط في اي باغل منهم، وندخلو 3 باغلات في الجهه اليسرى، ونردو الخيط في الباغله الاخرى تتشكل فتحه ونعقدو بالجهه الاخرى. الخيط التحتاني ندخلوه في لاباغ اللي مقابلاته، يعني لاباغ الدوزيام من هذوك الربعه، والخيط الفوقاني ندخلو فيه 2 حبات يعني 2 باغلات، ونرجعو الخيط في الحبه الاخرى تتشكل الفتحه ونعقدوه بالجهه التحتانيه. نزيدو ندخلو الخيط التحتاني في لاباغ اللي مقابلاته، يعني الباغ التخوازيام من هذوك الربعه، والفوقاني نحطو فيه 2 باغلات ونرجعوه في الحبه الاخرى الخيط ونعقدوه بالتحتاني، يعني نبقاو نخدمو غير بهذوك الربعه، تحتاني يدخل في مقابلاته والفوقاني نحطو فيه لي باغ. نزيدو ندخلو الخيط التحتاني في لاباغ اللي مقابلاته، يعني الرابعه من هذوك الربعه اللي دايرين على بعض، ونزيدو نطلعوه في الجهه الفوقانيه ونحطو لاباغ في الجهه الاخرى ونعقدو بالجهه اللي بقات. هكذا نكونوا فرمينا الربعه. دركا نجيو نبنيو ربعه خلاف، نحطو 3 باغلات في جهه ونعقدو بالجهه الاخرى، ومن بعد الخيط التحتاني ندخلوه في المقابلاته، يعني الثانيه من هذوك الربعه، والفوقاني نحطو فيه 2 حبات ونعقدو. درك نزيدو ندخلو الخيط التحتاني في المقابلاته، يعني الثالثه من هذوك الربعه، والفوقاني نحطو فيه 2 حبات ونعقدو. ودركا كي وصلنا لابيغ الاخرى من هذوك الربعه، يعني الرابعه، ندخلو الخيط التحتاني فيها، يعني اوتوماتيكمون راح تجي مقابلاته، ومن بعد نزيدو نطلعوه في الجهه الفوقانيه ونحطو باغله واحده برك في الجهه الاخرى ونعقدو. هكذا نكونوا غلقنا 4 خلاف، ونبقاو نكملوا هكذا بشكل دائري، يعني كل مره نغلقوا 4 كل مره نغلقوا 4 حتى يتكمل اليد تاعنا. فوالا باش نزيد ندير 4 خلاف، حطيت 3 في جهه وغلقت بالجهه الاخرى، والخيط التحتاني دخلته في لابيغ الدوزيام اللي مقابلاته، والفوقاني حطيت فيه 2 باغلات وعقدت، ومن بعد زدت دخلت الجهه التحتانيه في لابيغ اللي مقابلاته، يعني التروازيام من هذوك الربعه، والفوقاني تاني حطيت فيه 2 حبات وعقدت حتى كي وصلت للرابعه، دخلت فيها الخيط تاع الجهه التحتانيه وزدت طلعته في لابيغ اللي في الجهه الفوقانيه، وحطيت باغله واحده برك المره هذه في الجهه الاخرى وعقدت هكذا باش نغلق الربعه تاعي. هنا كملت اليد تاع الساك، ودركا راح نلصقو من الجهه الاخرى. لازم الربعه هادو اللي جايين في الساك يكونوا مطابقين للربعه تاع اليد، ونحكموا 2 باغلات ندخلوهم في الخيوط، وحده منا وحده منا، ومن بعد الخيط اللي جاي من اللور هذاك اللي من داخل رايحين نخرجوه على لابيغ تاع الساك اللي مقابله اختها اللي جايه في اليد، نخرجوه لهاد الجهه، ولابيغ الاخرى اللي دخلناها نعاودوا قاعده يعني وحدها، نعاودوا نردوا فيها الخيط تشكل الفتحه ونعقدوه بالخيط اللي خرجناه لهاد الجهه. دركا نحكموا كل خيط ندخلوه في الجهه اللي مقابلاته، يعني ندخلوهم في 2 باغلات هادوك المتوازيين، ونحطوا باغله واحده في الخيط الفوقاني ونردوا فيها الخيط تتشكل الفتحه ونعقدوه بالخيط التحتاني. نزيدو ندخلو كل خيط في الجهه اللي مقابلاته، يعني في 2 باغلات المتوازيين. هنا فتحت الساك شويه باش نعرف نخدم وتباني لا باغ اللي راح ندخل فيها الخيط، ونحطو الباغله الاخرى
في الجهة الفوقانية ونعقدوه بالخيط تاع الجهة التحتانية. وكل ما نخدمو لازم نزيرو على قد ما نقدروا كما قلت لكم باش يجينا الساك هكذا مشدود. دركا نزيد ندخل كل خيط في الجهه اللي مقابلاته في لي بيرل هذوك الزوج المتوازيين باش نربط كامل لي بيرل مع بعض. ومن بعد نزيد نخرجوا على جهه واحده، سواء نطلع التحتاني ولا نهبط الفوقاني ما يهمش، المهم نرجع الخيوط من جهه واحده. كي شغل مشيتو في 4 بيرلات هذوك دايرين على بعض كيما كنت ندير بكري كي شرحت لكم باش نغلق الخيط، يعني باش نعقد الخيط خلاص. ومن بعد نخبي العقده ونقص الزايد بالمقص. فوالا انا هنا كملت اليد، درت فيه 18 مبيغله قبل ما نلصقو، ومن بعد كي لصقته ولا لي فيه 19 مبيغله. القيس هذا مليح تحبوا ديروه ولا تنقصوا بيغله، يعني ديروا 17 ومن بعد كي تلصقوه يوليكم 18 ثاني يجيكم مليح. ودركا راح ندير الغطاء ولا الغلاق تاعو. الطريقه سهله، كيما خدمت البلاك هذيك الاولانيه كامل كيما بديت في الساك، نبعدوا على اليد بزوج بيغلات وندخلوا الخيط في التروازيام. الجهه الفوقانيه نحطوا فيها 3 بيغلات ونردوا الخيط في لابيغ الاخرى تتشكل الفتحه، ومن بعد نعقدوا بالخيط تاع الجهه التحتانيه. ومن بعد نوليو ندخلوا الخيط تاع الجهه التحتانيه في لابيغ اللي مقابلاته، والفوقاني نحطوا فيه زوج حبات ونردوا الخيط في الحبه الاخرى تشكل الفتحه ونعقدوا بالخيط التحتاني ونكملوا هكذا. كل مره ندخلوا الخيط التحتاني في الجهه اللي مقابلاته والفوقاني نحطوا فيه زوج بغلات ونعقدوا حتى كي نكملوا السطر تاعنا. وهنا كي قربت نكمل السطر ولاو لي بيرل هذوك الربعه المايلين على استقامه. بيان سيغ ما حسبتش الزوج الاخرين هذوك، خليتهم كيما خليت في الجهه الاخرى. الخيط التحتاني دخلته في لابيرل اللي مقابلاته، وهو بعد دخلت فيه زوج بيرلات وعقدت بالجهه الاخرى. هنا يولي عندي خيط لبرا وخيط لداخل جهة لابيغل. الخيط هذا اللي على برا راح نزيد نحط فيه 3 بيغلات ونرد الخيط في لابيغل الاخرى ونعقد بالخيط الاخر، هكذا يتشكل لي سطر جديد. ومن بعد نولي ندخل الخيط تاع الجهه التحتانيه في لابيغ اللي مقابلاته، والخيط تاع الجهه الفوقانيه نحط فيه زوج بيغلات ونرد الخيط في لابيغ الاخرى تشكل الفتحه ونعقد بالخيط تاع الجهه التحتانيه. نكملوا بنفس الطريقه توجو الخيط تاع الجهه التحتانيه ندخلو في اللي مقابلاته، والخيط تاع الجهه الفوقانيه نحط فيه زوج بيغلات ونعقدو حتى لوين نوصل كي يوليو لي هادو الربعه الاخرين مايلين على استقامه واحده. هنا الخيط التحتاني ندخلو في الجهه اللي مقابلاته، وهو بعد اللي نحط فيه زوج بيغلات ونعقد بالجهه الاخرى، هكذا يتفرمى لي سطر. وباش نبدا في سطر جديد نحط 3 بيغلات في الخيط اللي جاي على برا ونرد الخيط في الحبه الاخرى وتشكل الفتحه ونرجع فيها الخيط تاع الجهه الاخرى ونعقد. ومن بعد نكمل كيما كنت نخدم توجور الخيط التحتاني نولي ندخله في لابيغ اللي مقابلاته، والفوقاني نحط فيه زوج بيغلات ونغلق، هكذا حتى نكمل كامل الغلاق تاعي. وهنا كي قربت نكمل باش نغلق السطر تاعي نهائيا، كي وصلت للربعه هادو المائلين على استقامه واحده، الخيط التحتاني دخلته في لابيغ اللي مقابلاته، وهو بالذات اللي حطيت فيه زوج بيغلات وعقدت بالخيط تاع الجهه الاخرى. ومن بعد مشيت الخيوط في لي بيغل هادوك 4 دايرين على بعض وخرجتهم من جهه واحده وعقدت 3 مرات. المهم درت كيما شرحت لكم كي نكون رايحه نغلق الخيط نهائيا ونخبي العقده ونقطع الزايد بالمقص، والمام الموتيف هذا ركبته بالخيط تاع السياده. وهذا هو الساك من بعد ما كملت له الغطاء تاعو ركبت الموتيف. وفي الغطاء درت 1 2 3 4 5 6 تاع لي بيرل.
زدت درت له سلسلة سامبل، يعني دوبليت برك الخيط ودخلت فيه لي بيغل حتى كي وصلت للآخر يعني على لي كوطي تاعو، فتحت هذاك الخيط وحطيت كل بيغلة في جهة باش قدرت نعقدو مع الصاك كيما كنت نعقد يعني وشرحت لكم ديجا. ودرت له تاني دوبلور، قصت له طوغ دخلاني تاع الصاك وخيطت بوش مستطيلة على قدو، كفيتها ولصقتها بالبيستولي هذا مكان. كنت حنخيطها مع لي بيغل مي صراحة عييت ولا فيديو جات طويلة طويلة بزاف. كنت على اساس حنحطها لكم في فيديو وحده من بعد كي لقيتها طويله قسمتها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا واستفدتوا ويكونوا عجبكم الساك والطريقه. صح سرعت في لا فيديو شويه باسكو جا طويل كيما قلت لكم، مي معليش عاودوه برك اكيد راح تفهموا وان شاء الله تخرجوا بريزلت خير من هذه. وميم كي تبداو تخدموا فيه يدكم اوتوماتيكمون وحده راح يتعود ويمشي وما تبان لكمش كامل صعيبه. ودركا نكملوا لا بارتي الاخرى من لا فيديو اللي فيها ذكرى عيد زواجي. هي ما كنتش حندير من الاساس باسكو ديجا راني بريسك روطار شهر. شفتوا سخانه لي في شهر جويليا كيفاش كانت، ما قدرتش ميم با نخرج من الدار. وزيد اختي هي اللي انسيستات عليا باسكو هي اللي دارت لي كادو المره هذه مش الراجل تاعي. رايحه تبدا في مشروع تاع لي كادو ولي فلاغيتو. المهم لبست العبايه هذه اللي بعثتها لي ميزون كوتور سكيدا. نخليكم الرابط تاع الصفحه تاعها تاع الانستغرام في صندوق الوصف. ادخلوا عندها وابونيوها شوفوا خدمتها، تخيط العبايات لي كيمونو وتليفري ميم لي ولايه ولي بري تاعها تري تري ريزونابل. كملت له التنسيق وكامل لي زاكسيسوار تاعها وعدلت روحي ورحنا لواحد الريستورون فوق البحر فوق لا كارير 3 في سكيكدا واد مديني. رحت لها العام اللي فات ديجا بعد واحتفلنا فيها مي تالمون تعجبني عاودت رجعت ليها كال ما فيهاش غاشي نقدر نقعد على راحتي واليز. دركا الصيف لي بلاص كامل معمرين غاشي، مي هادي صح بعيده شويه مي فارغه وزيد عندها واحد الفي روعه. وهادو هما لي كادو اللي دارتهم لي اختي. بدات مشروعها غير كيما تخدم لي بوكي فلور بالون بيرسوناليزي، تكتب عليها اي حاجه حبيتو. انا كتبت لي عليها هابي ويدينغ انيفرساري، وتقدر مام تحط اي حاجه في وسط لو بالون ترونسبارون هذاك سوا دي فلور سوا دي نونور سوا دي تريك ولا دي توني تاع لي بيبي. ودارت لي مام لو بوكس تاع لي فلور الموف هذاك اللي حطيت فيه رقم 3. نتمنى منكم تدعموها وتشجعوها. نخليكم رابط انستغرامها في صندوق الوصف، ضغطوا على العنوان بك راح يخرج لكم. ادخلوا عندها وابونيوها وشوفوا خدمتها. المهم قعدنا لتما حتى الليل تعشينا عندهم، وعندهم واحد الدورات بنه عجبني غاف ومام نسمه بارده والهواء نقي، يعني راحت سخانه تعليمات اللي فاتوا الحمد لله. وهكذا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. الى الملتقى في فيديو